يا مساء الفل ومساء الجمال وحلقة جديدة من حلقات برنامج ضغط عالي. أنا محمد جابر، والنهاردة عايزين نتكلم عن منتخب المغرب. يعني عايزين نتكلم عن منتخب المغرب للناشئين والطفرة اللي عملها وليه هم وصلوا للحتة دي، بعيدا بقى عن منتخب ناشئين ومنتخب أول ومنتخب أولمبي ومنتخب الشباب اللي جاي. بس تعال أحكي لك كده القصة كلها، تعال أحكي لك منتخب المغرب عمل إيه علشان يوصل ينقل منتخبه من مجرد منتخب افريقي عادي جدا لواحد من اهم المنتخبات العالميه اللي بتنافس في كل حاجه دلوقتي في جميع المراحل السنيه، من اول المنتخب الاول لحد منتخب الشباب. فلو انت اول مره تتفرج علينا خش اعمل سبسكرايب ولايك للفيديو وتعال احكي لك بقى ايه اللي حصل. يعني مبدئيا مليون مبروك لكل الشعب المغربي من كافه الناس، وديما المغرب زي ما بيقولوا اخواتنا المغاربه، يعني اللي خلوا كل حاجه عادي. يعني خلوا ان هم يبقوا في سيمي فاينال كاس عالم عادي، وان منتخب الشباب بيعمل الطفره دي يبقى في نهائي كاس عالم عادي، وان انت تشوف المنتخب الاولمبي مكسر الدنيا عادي، منتخب السيدات بيعمل طفره رهيبه عادي. خلاص هم بالنسبه لهم دلوقتي هم قدروا ان هم يوصلوا منتخبهم لمرحله والحته ان اي حاجه هتشوفها ما بقاش بقى يا سلام ده انجاز، لا ما بقاش انجاز خلاص. هم عدوا مرحله انك بتتفاجئ بالحاجه، وما شاء الله يعني ده مش وليد الصدفه، يعني دي مش حاجه صدفه. هحكي لك على اللي حصل كله مره واحده، وتعالى نتكلم مبدئيا على منتخب الشباب. وخلينا ناخد مثال كده من ماتش منتخب فرنسا اللي في نص النهائي، واللي انتهى طبعا بفوز منتخب المغرب وصعوده لنهائي كاس العالم للشباب. الماتش كان الشوط الاولاني تقريبا وان سايد جيم لصالح منتخب المغرب. يمكن الشوط الثاني المجهود اللي بذلوه الشوط الاولاني تعبهم وخلاهم بدنيا قلوا بشكل كبير، والشوط الثاني زي ما شفنا طبعا منتخب فرنسا سيطر على المباراه. ولكن يعني تعالى ناخد من الماتش ده شويه حاجات كده. يعني الناس كلها كانت بتتكلم، او الماتش ده بالذات دمر نظريه ايه، يا عم الناس دي كلها جايه من بره، اللعيبه دي كلها بتلعب في اسبانيا وفرنسا ومش عارف وهولندا وبتاع، وهم واخدين اللعيبه دي بعد ما استوت وعملوا منها منتخب مغرب. طيب اهم ثلاث لعيبه في المنتخب من اول البطوله لحد دلوقتي هم ثلاث لعيبه، الباك اليمين والباك الشمال واللاعب رقم 8 حسام الصادق. وهحكي لك على الراجل ده قصه برضه عشان اقول لك مدى البعد اللي احنا فيه هنا في الدوري المصري يعني وفي مصر. الثلاث لعيبه دول بيلعبوا في اتحاد طنجه، يعني بيلعبوا في الدوري المحلي. الثلاث لعيبه دول بيلعبوا في عادي، طالعين من اكاديميه محمد السادس. فانت بتتكلم في اهم ثلاث لعيبه في منتخب المغرب، هم مش لعيبه جايه من بره. عرفوا يعملوا الميكس بين اللعيبه اللي موجوده من الاكاديميه واللعيبه اللي جايه من بره، اللعيبه المحترفه اللي جايه من بره، اللعيبه اللي بتلعب في دوريات وفئات او مراحل سنيه اقل. بس كلهم برضو ايه، مش اغلبيتهم مش محترفين. وحاجه تانية، عندك انت بقول لك القوام الاساسي للفرقه او اهم ثلاث لعيبه في الفرقه، وخصوصا حسام الصادق ده يعني ما شاء الله حاجه، يعني احسن لاعب في منتخب المغرب للشباب ان لم يكن احسنهم. يعني بتتكلم في واحد، خليني اقول لك بقى المفاجاه، الراجل ده من اقل من سنتين الراجل ده كان معروض على الزمالك، والزمالك اللي ما اعرفش بقى الزمالك اللي رفضه ولا الصفقه ما تمتش ليه. بس حسام الصادق ده اللي هو واحد من اهم لعيبه البطوله، مش هقول لك بقى في منتخب المغرب، واحد من اهم لعيبه بطوله كاس العالم للشباب، كان معروض على الزمالك وما اعرفش الصفقه باظت ليه او ما تمتش ليه او ايا كان التفاصيل يعني. بس تخيل بقى انت الراجل ده دلوقتي بعد البطوله دي هيروح فين، وهيتباع بكام، وهيتباع لمين؟ فبص يعني اتنقل في حته تانية خالص. تخيل ده لو كان عندك مثلا في الزمالك وانت النهارده قررت تبيعه، هتبيعه بكام؟ وهتبيعه لمين؟ انت بتتكلم بقى في لعيب من احسن اللعيبه اللي موجوده في كاس العالم للناشئين، لعيب بوتنشال ما حصلش. ف يعني بغض النظر عن المعلومه دي، بس خلينا برضه اقول لك على المنتخب المغربي اللي سيطره كامله في مباراه فرنسا، وكمان اقول لك مدى يعني تصديقهم للي هم فيه. يعني الماتش ما كانش ماشي سموث خالص مع المغرب. يعني الشوط الاولاني تمام والدنيا عدت وزي الفل، الشوط الثاني تعادل منتخب فرنسا، الماتش بدا يتصعب، منتخب المغرب بدنيا بدا يقع، ولكن المنتخب قدر ان هو يسير المباراه زي ما هو عايز لحد الطرد اللي حصل، وبعد كده زي ما شفنا ضربات الجزاء وفوز المنتخب المغربي. طيب نتكلم بقى شويه عن كابتن اسامه نبيه، علشان الراجل برضو قال تصريح، انا هقارن لك بس مقارنه صغيره، مش هتكلم في التصريح اللي هو قاله. قال لك انا كنت في بعض اللعيبه محوشها للادوار اللي بعد كده. طيب بص يا كابتن اسامه بقى يعني ايه، بص بقى شوف، انا هقول لك مثال دلوقتي اهو على ازاي المدرب يعرف يختار لعيبه ويختار قرار ويحوش لعيبه. الشوط الاولاني او الشوط الثاني بعد خلال مباراه فرنسا، الحارس الاساسي لمنتخب المغرب اتصاب، فاضطر ينزلوا بالحارس الثاني. وقبل ضربات الجزاء بثواني المدرب محمد وهبي خرج الحارس الثاني اللي هو كان نازل، ونزل بقى الحارس الثالث للفريق.
لقناعه منه ان الراجل ده الافضل والاميز في الثلاثه في ضربات الجزاء. وقد كان الراجل ما خيبش ظن المغاربه يعني، وبقى هو البطل او بطل مباراه فرنسا، وقدر ان هو يتصدى لضربه الجزاء الاخيره، وزي ما شفنا فوز منتخب المغرب على المنتخب الفرنسي. ده يا باشا اللي معناه تحويش لعيبه، ان انا بحوش لعيبه لمواقف معينه. لكن حضرتك النهارده مغلوب اول ماتشين، مغلوب من اليابان ومغلوب من نيوزيلندا، وبتقول لي اصل انا بحوش لعيبه للدور الثاني. يعني لو كان اللي بيتكلم مش عارف ايه، فاللي بيستمع برضه يعني اكيد مش اهبل يعني. فنركز في الكلام يعني، بلاش نتكلم في حاجات نضحك علينا الناس. بس يعني بلاش نتكلم في حاجات تضحك علينا الناس. يعني بلاش نقول مبررات وخلاص، عادي قول انك فشلت، لكن اصل انا ما فشلتش، اصل انا مش بقول على العنجهيه اللي احنا فيها دي اصلا. ده اول خطوات الفشل. يعني ان انا ما اعترفش ان انا غلطان، ده اول خطوات الفشل. مفيش مشكله ان انا اغلط، مفيش مشكله ان انا اقول ان احنا ما استعدناش كويس، مفيش مشكله ان انا اقول ان انا اخفقت، مفيش مشكله ان اقول الكلام ده كله. لكن لا، انا ما اخفقتش، انا ما اطلعش اعتذر للناس على الاخفاق، احنا ما اخفقناش، ده كان سوء توفيق. سوء توفيق ايه يا معلم؟ انت مغلوب انت معجون اول ماتشين، مش مغلوب، انت اتعجنت اول ماتشين. وماتش تشيلي كسبته وبسبب اخطاء يعني انذارين للجهاز الاداري بتاع حضرتك، ما صعدناش دور تاني، والحمد لله احنا ما صعدناش دور تاني يعني، عشان كانت هتبقى الحسره اكبر يعني، تخرج من بدري بدري كده احسن. طب الناس دي بتخترع؟ يعني الناس اللي في المغرب دي، هل هم بيخترعوا حاجه يعني؟ بيعيدوا اكتشاف حاجه يعني؟ الناس دي ما يعني الناس دي بتعمل ايه؟ الناس دي ما بتخترعش، الناس دي ماشيه خطوات ممكن نغشها من اي حد، هم اكيد غشوها من اي حد من اي دوله بتفهم يعني وبتتكلم في كوره وفي تقدم. تعال اقول لك على محمد وهبي، المدير الفني لمنتخب المغرب للناشئين. الراجل ده لا كان لعيب كوره، ولا عمره لمس كوره في حياته، ولا كان لعيب في اي مرحله سنيه في اي نادي. الراجل ده كان مدرس في مدارس عاديه جدا في بلجيكا، والراجل ده يعني ايه، ملوش اي علاقه لا من يمين ولا بالشمال بالكوره. الراجل ده كان مدرس، بس الراجل ده في الاول وفي الاخر درس عادي. دخل ودرس ودخل اكاديميات، وبدا يمسك الفرق الاصغر في اندرلخت البلجيكي، الفئات العمريه الصغيره كلها، واخد بالك. وبعدين يا باشا راح خد الويفا برو، رخصه الويفا برو، اعلى رخصه تدريب في الاتحاد الاوروبي. فلما نيجي احنا نتكلم في منتخب المغرب، عايزين مدرب بقى اكاديمي للفرق للعيبه الصغيره دي، يعلمهم تاسيس الكوره، اساسيات الكوره. انت بتشوف عندك لعيبه عندها 26 27 سنه، اقسم بالله ما عندهم اساسيات الكوره، ومش عايزين نقول امثله يعني انت عندك هنا في الدوري المصري في لعيبه 26 27 سنه و28 سنه وبيلعبوا في انديه قمه، اهلي وزمالك، والله ما عندهم اساسيات كوره لانهم ما تاسسش صح. فالمدير الفني لمنتخب المغرب ما هوش اسطوره، يعني هم ما راحوش يجيبوا يوسف حجي مثلا، اهم لعيب في تاريخ المغرب، يا باشا تعالى امسك المنتخب بتاعنا ده. ما كانش لعيب كوره، الراجل ده كان مدرس، بس درس عادي. فالكوره دلوقتي يعني دراسه، ما هياش فهلوه. مش اي لعيب معتزل اجيبه يمسك منتخب ناشئين ولا فرقه ناشئين، ده خلاص، ده الكلام ده عفى عليه الزمن. يعني دلوقتي احنا بعد ما كابتن اسامه نبيه هيمشي، هنجيب كابتن شوقي غريب يمسك بقى منتخب اللي تحت 20 سنه. يا جماعه عيلوا الكلام، الله يستر. الناس بقت في حته واحنا في حته تانية خالص. يعني انت بتتكلم دلوقتي في الراجل ده، المدير او المساعد معاه مين في المنتخب المغربي تحت 20 سنه؟ مين المساعد بتاعه؟ يوسف حجي، لعيب لعب في الدوري الفرنسي اكتر من 20 سنه. طبعا هو ما هوش مصطفى حجي يعني، مش يعني مصطفى حجي ده في حته تانية خالص، ولكن اخوه يوسف حجي هو برضه لعيب، بتتكلم في لعيب قعد 20 سنه في الدوري الفرنسي. فده يا باشا احنا لو هنا في مصر يا باشا، يلا يا باشا السبوبه شغاله وتعالى امسك منتخب الناشئين، ده انت راجل اسطوره، انت قعدت 20 سنه في فرنسا. لا، هو اللي حصل العكس تماما. حضرتك هتبقى مدير فني مساعد للراجل الاكاديمي اللي دارس ده، واخد بالك. دورك او كل دورك في المنتخب انك تنقل خبراتك اللي انت قعدتها في فرنسا ال 20 سنه دول، تنقلهم للعيبه الصغيره دي، خبراتك في الملعب. لكن تاكتكس، تاسيس، طريقه لعب، تحفيظ لعب، الكلام ده كله دور الراجل المدرس. ايوه، اللي ما درس، اللي ما لعبش كوره، ده اللي درس. ما هياش مثلا ايه، مش رحنا جبنا مثلا يوسف حج ده، الراجل ده بقى اسطوره تعالى امسك المنتخب، لا. فناس فاهمه وناس عارفه، يعني ناس بتتكلم دلوقتي في دراسات، مش اي لعيب معتزل واي لعيب كان اسطوره مع كامل احترامنا لكل الناس يجي يمسك منتخب ولا يمسك نادي. الكوره ما بقتش كده خلاص دلوقتي.
ليه دور طبعا، يعني الناس دي تعبت وشقيت وادعكت في الملعب واحتكاكات والكلام ده كله، وراحوا منتخبات ومعسكرات والكلام ده كله، ينقل خبرات. لكن بالذات الفئات السنيه الصغيره دي محتاجه مدرب دارس، مدرب فاهم. مش شرط يكون لاعب كوره على فكره، بس يكون يعني حد كواليفايد ان هو يقدر يدرب ويأسس لعيبه. عشان كده انت بتيجي عندك هنا في مصر زي ما كنت بقول لك من شويه، انت بتلاقي عندك لعيبه 26 و27 سنه والله عندهم اساسيات في الكوره مش موجوده، لان الناس دي ما اتاسستش صح. الناس دي ما اتاسستش صح. انا مش بحكي لك بعايرك، ما هو الهم طايلني وطايلك زي ما بنقول يعني، بس انا بحكي لك يعني بحاول اشوف الناس دي عملت ايه علشان ينجحوا، يعني عشان الناس دي اكيد ما نجحتش بالصدفه. تمام. انت عندك النهارده راجل اسمه فوزي لقبح، المدير او رئيس الاتحاد المغربي لكره القدم. الراجل ده قعد مع الناس دي، قعد مع اللعيبه اللي تحت 20 سنه قبل ما يروحوا البطوله، وكان كلامه معاهم كالتالي: يا شباب انتوا النهارده انتوا اللي كاس العالم 2030 هتبقى انتوا المنتخب الاول. يعني بص الراجل بيتكلم مع العيال في ايه؟ عيال لسه اقل من 20 سنه، بيتكلم معاهم ان انتوا يا شباب من دلوقتي انتوا المنتخب الكبير بقى، منتخب 2030 يعني كاس العالم كمان 4 سنين من دلوقتي بعد 2026 يعني هتبقى انتوا المنتخب الاول. فاحنا مش رايحين نمثل في البطوله دي تمثيل مشرف، احنا رايحين ننافس لحد اخر حته، ورايحين ممكن ناخد البطوله ما فيش مشكله. وزي ما شفتوا انتوا المنتخب الاول اللي وصل المربع الذهبي في كاس العالم 2022 انتوا مش اقل منه في حاجه. فالراجل ده كان كلامه معاهم، ده كان كلامه مع منتخب او المنتخب المغربي تحت 20 سنه اللي كان رايح البطوله. طيب احنا نجحنا، الف مبروك، وصلنا لاعلى حاجه في الدنيا في الكوره، وخلاص بقى نفخد لها بقى شويه، نريح بقى. ليه مضطرين نستثمر في النجاح ده تاني ليه؟ طيب تعال اقول لك منتخب المغرب عمل ايه بعد اللي هو وصل له ده كله. يعني دلوقتي بتتكلم في منتخب كبير وصغير واولمبي وشباب وسيدات وكل حاجه، هم عدوا في الكوره، فنريح بقى شويه، احنا خلاص كسبنا. لا يا باشا، في حاجه كده معرفش هي عدت ازاي بصراحه، ولكن انت بتتكلم النهارده المنتخب المغربي او الاتحاد المغربي لكره القدم راح اتعاقد مع واحد اسمه ابيان بورموندو. مين ابيان بورموندو ده الراجل ده مسؤول عن تقنيات التدريب في ريال مدريد في كل المراحل العمريه بقاله 13 سنه. يعني ايه؟ يعني الراجل ده جاي من ريال مدريد اللي كان مسؤول عن كل الفئات العمريه اللي فيه في تقنيات التدريب بتاعته، اللي قعد هناك 13 سنه ينقل نفس التقنيه بتاعت التدريب دي للفرق او المنتخبات المغربيه بقى، من اول الفئات العمريه الصغيره لحد المنتخب الكبير. هتقول لي طب ما هو ريال مدريد اصلا ما بيطلعش لعيبه ناشئين كويسه، يعني ما هوش اللمسيه بتاعت برشلونه يعني. هقول لك لا معلش انا اختلف معاك، احنا النهارده ما بنتكلمش في الفريق بيعتمد عليهم ولا لا. ريال مدريد عنده سياسه معينه، بعتمد على لعيبه جاهزه وبجيب نجوم سوبر ستارز هم اللي يمثلوا الفريق. لكن تقنيات التدريب واللعيبه الناشئين بتعد ازاي وبتجهز ازاي اكيد على اعلى مستوى. في حته ان الفريق بيعتمد عليهم ولا لا، دي حاجه تانية، ما تكلمنيش في دي. انا بكلمك النهارده ان انا جايب واحد في احسن فرقه في العالم، مسؤول عن تقنيه التدريب في احسن فرقه في العالم، يمسك المنتخبات بتاعه منتخب المغرب الفئات العمريه كلها، ينقل لهم خبرته في التدريب، او ينقل لهم يعني خبرته في تقنيات التدريب على احدث مستوى وعلى اعلى مستوى للمنتخب المغربي. فالناس دي مش يعني اللي هو ايه، السلام عليكم لقى نفسهم بيكسبوا وعاملين منتخبات قويه، والموضوع مش صدفه خالص. الموضوع الناس بتنجح وبتستثمر في النجاح اللي هي فيه ده، لكن احنا بعيد. خد بالك من حاجه برضو، خد بالك الفرق او المنتخبات الصغيره الثانيه حتى في اوروبا بدات تشوف الكلام ده. يعني عندك مثلا دلوقتي في اوروبا الناس شايفه منتخب اسبانيا اللعيبه الصغيره طالعه كويسه قوي، العيال طالعه كويسه واللعيبه صغيره كتير، واللعيبه طالعه من اللمسيه، ومنتخب اسبانيا بتتكلم معدل اعمار صغير وي والكلام ده كله. بدا الفرق الثانيه تشوف المنتخب الاسباني بيعمل ايه. منتخب المانيا مثلا مؤخرا بدا يهتم بالاكاديميات والحاجات دي كلها. المنتخب الانجليزي بدا دلوقتي يطلع لعيبه متاسسه صح، زي ما كنت بقول لك يركز على الاكاديميات صح ويبدا يطلع لعيبه متاسسه صح. نفس الكلام بالنسبه في انجلترا. يعني تعالى اقول لك اللعيبه مثلا او الجيل الجديد، انا مش بتكلم بقى في ميجا ستارز، انا بتكلم في لعيبه متاسسه كوره صح. عندك فودن، عندك بالمر، عندك ساكا، اللعيبه دي كلها خارج الاكاديميات. وده اللي بدا يعتمد عليه المنتخب الانجليزي، اللي بالمناسبه هو هيبقى منافس قوي جدا في كاس العالم 2026.
خلاص المنتخب الانجليزي ما بقاش بيعتمد بس على اسماء ونجوم رنانه يعني وخلاص. ما هوش الجيل اللي كان فيه روني وكان فيه لا لا لا. دلوقتي بيعتمدوا على تاسيس لعيبه صح عشان يبقى عندي منتخب 20 21 22 سنه معدل اعماره، 23 سنه معدل اعماره، المنتخب ده كله فيه لعيبه متاسسه كوره صح. لكن هتيجي تقول لي ان انا النهارده بس بعتمد على، ما هو بص مش اي واحد نطق الكوره وعمل حركتين تعالى يا ابن اللعيبه انت تنفع تبقى لعيب، لا. الموضوع ما بقاش كده خالص. يعني الموضوع دلوقتي ما بقى، الكوره دلوقتي بقت علم ودراسه، ما بقاش اي واد جامد جدا بينطق الكوره على دماغه 4 5 مرات ويعمل مهارتين خلاص يا باشا تعالى. الكوره ما بقتش كده، الكوره بقت تاسيس دلوقتي. زي ما بقول لك اهو، الراجل المدير الفني لمنتخب المغرب ما لعبش كوره اصلا يا معلم، ووصل لنهائي كاس عالم. يعني الموضوع بص، يعني انا بجيب لك البيكا وبجيب لك اخر حاجه. الراجل وصل نهائي كاس عالم، يعني في توب ليفل. هو ما لعبش كوره في حياته، ما مارسش كوره في حياته، ما تسجلش في اي حاجه لها علاقه بالكوره، بس الراجل درس. خد بالك برضو المنتخب المغربي دلوقتي بقى بالنسبه للمنتخب الاسباني مثلا او في اسبانيا هو ازمه، والفرنسا هو ازمه، والهولندا ازمه. ليه؟ الجامعه الملكيه في المغرب عامله حاجه حلوه قوي. حاطين كشافين او بني ادم كده او شخص او مجموعه من الناس في ايطاليا، في فرنسا، في اسبانيا، في هولندا، في انجلترا. الشخص او المجموعه دول دورهم ايه؟ ما لهمش شغلانه غير حاجه واحده بس، يخشوا يبصوا على الفئات السنيه الصغيره. كام لعيب مغربي بيلعب في مانشستر سيتي مثلا؟ كام لعيب مغربي بيلعب في الدوري الايطالي في الفئات السنيه الصغيره مثلا؟ ده دوره. يشوف كام لعيب من دول او كام لعيب مغربي اصوله مغربيه بيلعب في الفرقه دي، الفئات بقى من اول بقى 12 سنه وانت طالع. ده دوره في الحياه. طيب بنعمل ايه؟ بنخطط ازاي؟ عشان برضو الناس تقول لك ما هو انت بتروح تجيب اللعيبه مستويه من الدوريات اللي بره وخلاص يا باشا بتحطهم في منتخب المغرب، الناس يعني ما اخترعتش الذره. لا يا باشا، الناس بتحاول تعمل معاها اللعيبه دي حاجتين. اولا اضمن الاول ولاؤه ان هو يجي يمثل منتخب المغرب في المراحل السنيه الصغيره، بخطفه قبل ما يتخطف بره. ده اللي بيحصل. دي اول حاجه، يعني بضمن ولاء الراجل ده ان هو خلاص هيجي يمثل منتخب المغرب. طيب الراجل ده لو فئات سنيه كبيره شويه بتحصل الخناقه بقى، زي ما شفنا مثلا كده الخناقه او على فكره ماركا مثلا الصحيفه الاسبانيه الشهيره اللي بتتكلم في الكوره يعني كان لها تقرير ممتاز عن القصه دي، بتقول لك ان المغرب دلوقتي بقت هي اكبر خطر على المنتخب الاسباني. ليه؟ انت النهارده عندك ابراهيم دياز ده، ما الراجل ده اصله مغربي، منتخب المغرب خطفه، واخد بالك؟ قبليه اشرف حكيمي نفس الكلام. اسبانيا كسبت في يمين يامال مثلا، يعني الخناقه اللي كانت بين اسبانيا والمغرب على يمين يامال يمثل انهي منتخب من الاثنين، اسبانيا كسبتها. ولكن الناس خايفه من منتخب المغرب لان انت عندك 20% من القوام الاساسي لمنتخبات الناشئين في اسبانيا من اصولهم مغربيه. 20%، انت متخيل الرقم؟ من كل المراحل السنيه الصغيره اصولهم مغربيه. وزي ما قلت لك المغرب او الجامعه الملكيه في المغرب مخصصه ناس معينه تخش زي كشافين كده، انا هجيب اللعيبه دي ابدا اضمن ولائهم والعبهم عندي في مراحل سنيه صغيره عشان خلاص يبقى اللعيبه دي متسجله في المغرب، اللعيب ده ما ينفعش يتجنس، خلاص شكرا. فالناس دي كل اللي هم فيه ده مش صدفه. خد بالك برضو من ضمن الصدف اللي هقول لك عليها، يعني احنا منتخب مصر احنا كسبنا المغرب في 2017 وكسبنا المغرب مع كارلوس كيروش لو انت فاكر يعني. هل احنا وصلنا فين؟ احنا بقينا فين وهم بقوا فين؟ بما يرضي الله والله العظيم احنا اي طفره حصلت في مصر على مستوى المنتخبات كانت صدفه وكانت طفره وما بنيناش عليها وما خططنا لهاش. والله العظيم تعالى قول لي كده اي طفره حصلت في مصر في المنتخبات عموما كان مبني لها وكان متاسس لها او كان احنا يا باشا احنا عملنا فيها حاجه. انت حتى يا راجل لما رحت خدت 3 افريقيا ورا بعض، الجيل الذهبي بتاع كابتن حسن شحاته، عملت بيه ايه؟ بنيت عليه؟ عملت حاجه انت بنيت عليه؟ هل انت كنت مخطط لده؟ هل انت في 2006 كنت مخطط ان انت هيبقى عندك منتخب جامد جدا هياخد 3 بطولات افريقيا ورا بعض؟ فالموضوع بقى علم وبقى دراسه، ما بقاش بس عباره عن ان احنا بنتكلم في ان احنا نجيب حد معتزل ولا حاجه ولا مدير فني مش عارف مين كان بيدرب ايه يجي يمسك المنتخب وخلاص خلصنا. الموضوع ما بقاش كده والكوره ما بقتش كده، واحنا لو فضلنا في الحال ده احنا هننزل كتير قوي.
لان خد بالك دلوقتي انت منتخب مصر انت معتمد على مين؟ على الكام فرده اللي عندك المتالقين في اوروبا. محمد صلاح وعمر مرموش، مصطفى محمد، مش عارف مين، وخلاص. لكن اللعيبه دي او المنتخب، تعال بص على منتخب المغرب كده، هو ما عندوش حد بعينه تقدر تقول ان هو ميجا ستار، ان هو اللي شايل المنتخب لوحده. لكن عندهم نجوم في كل حته، في حراسه المرمى والباك اليمين والباك الشمال ومش عارف ايه، في كل حته. والناس ما اعتمدتش كمان على الانديه. يعني انا النهارده كاتحاد كوره دوري ايه؟ دوري ان انا ما اعتمدش على الانديه. مش والله يا جماعه هروح اخلي الاهلي والزمالك وبيراميدز والاسماعيلي والكلام ده كله يعتمدوا على الناشئين بالعافيه. المغرب ما عملتش كده. تعال بص على المنتخب المغربي في الفئات العمريه كلها، وبص على انديه المغرب، الوداد والرجاء والناس دي كلها عندهم مشاكل كتير جدا. بس انا كدوري كاتحاد كوره انا ماليش دعوه، حلوا مشاكلكم مع نفسكم. انا دوري ان انا اخلي المنتخبات في احسن صوره، وقد كان. يعني انا دوري كاتحاد كوره ان انا اخلي المنتخبات في احسن صوره. طبعا اكيد انا مسؤول على انديه، واكيد برضو الانديه بتفرق معايا، ولكن في الاول وفي الاخر انا مسؤول عن منتخب المغرب. الانديه لها مجالس اداره تعيش حياتها معاها. احنا عكس الكلام ده كله. انت عندك الاهلي بياخد افريقيا زي السلام عليكم، والزمالك على طول في افريقيا وفي الكونفدراليه، بيراميدز خد بطوله افريقيا. تعال بص على المنتخب، وان كان المنتخب صعد كاس عالم والمنتخب عمل نتائج كويسه، بس انت ما عندكش طفره. انت عندك نتائج كويسه عشان عندك لعيبه طفره. عندك محمد صلاح اللي مش هيتكرر تاني، عندك عمر مرموش، عندك مصطفى محمد، عندك الناس دي. لكن انت ما عندكش طفره، انت ما بنيتش حاجه. اللعيبه دي مش متاسسه يا معلم. يعني مش هتقول لي مثلا انا عندي 10 لعيبه من ال 30 واحد اللي بينضموا للمنتخب، ال 10 لعيبه دول مثلا دول انا مؤسسهم من 2000 ومش عارف وكام. لا، مفيش، مش هتلاقي عندنا الكلام ده. لكن خش بص على منتخب المغرب، اكاديميه محمد السادس دي معموله من 2009. فوزي الاكبح ده عاملها من 2009. يا جماعه انا عامل اكاديميه هبدا اعد فيها لعيبه للمنتخب. طب يا باشا شكرا، الف مبروك، ربنا يوفقك. دلوقتي اهو من 2009 تكلف 2025 اهو، بدات ثمار من 2022 بقى، بدات ثمار الموضوع ده تبان دلوقتي اهو. انت النهارده عندك منتخب على كل الفئات العمريه بينافس في كل حاجه، في كاس عالم، في بطوله افريقيا، في الكلام ده كله. اي حاجه غير ان منتخب المغرب موجود في السيمي فاينل هي كارثه بالنسبه لهم، هيبقى فيها مشكله. فانت بص، انت وصلت المنتخب بتاعك لايه؟ محمد وهبي نفسه الراجل المدير الفني لمنتخب المغرب قال لك احنا ما وصلش اللي احنا فيه ده بالصدفه. المنتخب بتاع 20 سنه ده، المنتخب ده بيتجهز له من 3 سنين فاتوا. 3 سنين. يعني بغض النظر عن تصريحات كابتن اسامه نبيه اللي كانت يعني احنا بنتكلم في تصريحات هزليه، ولكن ده يبين لك احنا فين وهم فين بس. فمن الاخر عشان بس ما اطولش على حضراتكم الموضوع ولا اي حاجه غير ان هو 1 زائد 1 يساوي 2. انا ببني اكاديميه من 2009 عشان احصد ثمارها في 2022. انا بروح اجهز لعيبه من 3 سنين عشان اوصل بيهم سيمي فاينال كاس عالم. الدنيا مش سبهلله. بروح اجيب مدرب دارس واخد ويفا برو، يعني اللي هي افشخ حاجه او افشخ رخصه تدريب في الاتحاد الاوروبي، عشان الراجل ده ما لعبش كوره، محدش كان عارفه، ووصل بيهم لسيمي فاينال كاس عالم. فانت لو هتفضل ماشي على الطفرات بتاعت المنتخب ولو عملوها الرجاله مش هنوصل لحاجه. ان شاء الله منتخب المغرب يعني باذن الله يا رب يكسب نهائي كاس العالم، ونشوف منتخب عربي يكسب كاس عالم تحت 20 سنه. المباراه ان شاء الله هتكون يوم الاثنين اللي جاي، اي نعم هتكون الساعه 2 بالليل يعني عشان فرق التوقيت، ولكن ان شاء الله نشوف منتخب المغرب بيفوز بكاس العالم، ويكون ده يعني خير استحقاق ليهم، لان هم يستحقوا ده. وان شاء الله ان شاء الله يا رب نحاول نزق يا جماعه، نحاول احنا في مصر نزق شويه، نحاول في مصر نخلي الموضوع اكاديمي شويه، نحاول في مصر نخلي الموضوع متعوب فيه شويه، نبني 3 4 5 6 10 سنين. على فكره منتخب المغرب في 2009 و2008 و2010 الناس دي ما وصلتش لحاجه في الكوره، بس بنوا. يعني ما عنديش مشكله، ما عندي مشكله وابني عليها عشان في 22 بعد 7 8 9 10 سنين يا باشا اوصل ابقى في سيمي فاينال كاس عالم كبار، وابقى في نهائي كاس عالم تحت 20 سنه. بالتوفيق طبعا لمنتخب المغرب في نهائي البطوله اللي ان شاء الله هيكون يوم الاثنين اللي جاي. ان شاء الله يا رب نحتفل بعد الماتش بفوز منتخب المغرب بكاس العالم، والسلام عليكم.